ازيكم يا حبايبنا عاملين ايه؟ النهارده يا ابني راح السواق من السوق. النهارده الخميس، كل خميس وانتوا طيبين. جاب لي سمك. السمك ده كيلو ونص، بس السمك كبير 5 مشاط. عن نضافة بطن اهون. عملته ازاي؟ انا جيت بدل ما اقليه عملوا كده صينية عشان الواحد عشان الزيوت والدهون لوحدها. سمك كبير وانا شاقة المشط شقتين من هنا ومن هنا. هغسل ايدي طبعا عشان نطرح السمك عشان حبتين البطاطس دول كنت عاوزه اعملهم تحت السمك، على اعتبار على قال لو حطهم تحت السمك مش هاكل منهم. فانا عاملهم معانا توابل اهون، معانا خلطه ومعانا كزبره ناشفه، حبه كركم صغيره، كمون، فلفل اسمر، فابريكا. هنا نفس الكلام برضو، توم وخضار وفلفل وبرضو حبه من التوابل دي على الدقه اللي انا هحشي بها السمكه، وعصر عليها ليمون. معانا خضره اهي حطها برضو لو عايزين نحط منها. معايا طماطم ضربها في الخلاط عشان احط حبة على السمك وحبة على البطاطس. طبعا التوابل دي احط نص على البطاطس ونص على اللحمة. معايا الصينية اللي هحط فيها السمك اهي، هقطع بصلة وقرن فلفل وكده تحت منها تحت السمك. يا حبايبنا هم حبيتنا حاطة بتاع دي توم وفلفل ملوني دقاه بس قبل ما احط عليه الحاجات للسمكة. البطاطس انا كنت عاوزة احطها من تحت في جار الصينية كده، بس على طبعا مش هاكل منها. وهعمل رز ابيض على ياكل مع البطاطس يعني بصلة شرايح فوق منها اهي. بنعمل بتاعت على الاول لما امسك السمك انا مطحون من زمان وحطيتها حطها على الليمون وحطها في التلاجة. انا عملت صينية السمك معاكم قبل كده برضه، حطيت تحت منها بطاطس بس عليها ما اللي هاكل منها وما اكلش منها. دلوقتي بسأله وقال لي لا مش هاكل منها، فقلت هعملها لراح عشان هو ياكل منها. يا حبايبنا قرن فلفل دي مش حار. انا مش مكترة بطاطس، هما حبتين 2 عشان هو الوكل اللي هيفيد مش هيتاكل عشان بكرة الجمعة. كل جمعة وانتوا طيبين. نصبح برضه نطبخ مش هي. فلفل الحار برضه هحط منه هنا. يا حبايبنا الخرط ده برضه كده شرايح. والفلفل والحاجات دي حبايبنا بتبقى تحت السمكة بتتاكل يعني مش بتترمى. الفلفل والبصل والحاجات دي كلها. ومعانا ليمون.
15 في اليوم، والله ما عارفة بقول ب20 ولا ب25. البطاطس والطماطم كل حاجة غلت، بس أنا ما سألتش ابني إن هو جايب الحاجة بكام النهاردة. راح أسوق لنا من الصبح بدري. صراحة قال هجيب من هنا، قلت له أنت كده كده رايح السوق هات من السوق وخلاص. راح السوق عشان أجيب لي السمك. حبايبنا نحط نص الطاولة هنا. هنا وبصلنا مش كتير يعني. بص احطها على النار اهي هنا حبة لغاية لما اعمل. انا مولعة الفرن اصلا ومجهزاه. هنحط برضو على البطاطس شرايح ليمون. احط عليها الصلصة كده عشان كده بوضعها. تبقى متحمرة حبايبنا وناشفة زي السمك المقلي بالظبط، مش على دهون بقت ولا زيوت ولا. لا من فوق من تحت الصينية قدامكم اهي، محطتش عليها مية ولا حاجة. واروح ازقها برضه في الفرن مع دكة. اعمل رز. يا حبايبنا السمك انا قلبته من ناحية ومن ناحية، اتحمر من ناحية ومن ناحية اهو. والبتاع اللي تحت منه دي هنحط على الرز وبتتاكل عادي يعني، وناشفة ما فيهاش حاجة. وعملنا النهارده معاكم يا حبايبنا اهون، وعملنا البطاطس صينية طاسة صغيرة على كده اهون. حطينا يعني حبة زيت ومكعب مرق وحبة ملح، مفيش أكتر من كده. وتفضلوا النهارده معانا يا حبايبنا. يا مرحبا بكم كليتكم، ونعجبكم المحتوى بتاعنا. حبايبنا اللي بيشوفونا لأول مرة يا ريت يشتركوا معانا في القناة وفعلوا الجرس عشان كل ما نعمل حاجة جديدة توصلكم. وحبايبنا اللي معانا من الأول عملنا كومنت حلو كده ولايك حلو، وربنا يجازيكم خير جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.